أهلا بكل عشاق المتعة والإثارة. هنتكلم النهاردة عن أحدث أخبار الكرة المصرية اللي حصلت النهاردة. أهمها هو استقالة جون إدوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك. هنتكلم شوية عن جون إدوارد، عن نادي الزمالك والمستقبل، كمان عن وصول منصف بكرار مهاجم الأهلي الجديد، وهنتكلم عن صفقات الأهلي بشكل عام وقائمة الأهلي في الموسم الجديد، وكمان عن الهزيمة الثقيلة لفريق سيدات منتخب مصر في بطولة أفريقيا اللي بتتلعب في المغرب في أول ماتش في البطولة إن شاء الله بإذن الله. هنبتدي النهاردة. أول حاجة عندنا هي استقالة جون إدوارد من المدير الرياضي لنادي الزمالك. طبعا ده خبر اتفاجئنا بيه كلنا النهارده، لان هو يعني ما كملش سنه واحده بس واستقال، موسم واحد فقط. حقق في الموسم ده نجاح، كسب بطوله الدوري، كسب وصل نهائي الكونفدراليه. طبعا بفضل ان اداره الكره بعدت عن مجلس اداره نادي الزمالك، ده الفضل الاول. ان في واحد بس هو اللي بيدير الكره، غير مجلس الاداره بيبقوا كذا فرد، وطبعا في خلافات وصراعات ما بينهم، فبيكون القرارات مش تمام، يعني مش متظبطه بينهم وبين بعضهم. فطبعا ده بيؤدي الاول لتدهور فريق كره في نادي الزمالك. ولكن لو فرد واحد بس اللي هو المدير الرياضي ادوله المسؤوليه، طبعا بيكون في كلمة واحدة فقط بتتحكم في الكورة في نادي الزمالك. وده طبعا أدى إن الكورة في نادي الزمالك تحقق إنجازات السنة اللي فاتت، ويبتدي إن هو خدهم وعزلهم بعيد عن مشاكل نادي الزمالك. حتى بعد تدريبات بره النادي كمان جاب طقم كله يشتغل معاه من بره نادي الزمالك، ومدير الكرة من بره نادي الزمالك. بعد اي حاجة ليها علاقة بنادي الزمالك ومشاكل نادي الزمالك بعيد عن الفرقه، فالفرقه بقت منعزله. كمان كل الدخل، مثلا اي فلوس بتيجي لنادي الزمالك كان بيديها للعيبه. طبعا ده عمل بعد كده برضو تراكم مشاكل تانية على نادي الزمالك، لان في لعيبه كانت بتمشي او بتخرج او عليها ديون ومستحقات وكده ما بتاخدهاش. طبعا ده عمل تراكم على المشاكل لنادي الزمالك. ولكن الفرقه كانت ماشيه ومركزه ووصلت لخط النهايه ببطوله الدوري ونهائي الكونفدراليه، فده يعتبر انجاز ونجاح كبير جدا لجون ادوارد. طبعا بفضل مدرب معتمد جمال، ان هم اللي جابوه طبعا وقاد نادي الزمالك في وقت صعب جدا. ولكن برضو دور جون ادوارد مهم جدا، محدش يقدر ينكره. بعد الفرقة كلها عن المشاكل وعن بره نادي الزمالك، طبعا ده كان دور يعني حاجة مهمة جدا جدا. وجي معتمد جمال كمل المشوار وقدر ان هو يحقق البطولة في الاخر، الدوري مع نادي الزمالك. طيب، لما جون ادوارد استقال، بيقولوا ان هو اتنازل عن الشرط الجزائي في العقد بتاعه. طيب، المفروض انا اللي استقلت انا اللي ادفع الشرط الجزائي، مش انا. يعني مثلا لو مجلس الاداره هو اللي مشاه فماشي ممكن يتنازل، انما ده هو اللي اعلن استقالته، فمفترض ان هو اللي يدفع بقى الشرط الجزائي لنادي الزمالك. ازاي بقى تنازل عن الشرط الجزائي؟ فدي حاجه بصراحه انا مش فاهمها. او ممكن تعني الى حد ما ان مجلس الاداره هو اللي مشاه، قال له امشي. طبعا كان سبب الاستقاله او اللي هو قاله خلافات في وجهات النظر مع مجلس اداره نادي الزمالك. خلافات في وجهات النظر ديت، ناس قالت والله بسبب الفلوس، لان طبعا عايز ميزانيه يصرف على الفرقه في الموسم الجديد. بس طبعا ما فيش ميزانيه، يعني عايز اعمل مثلا معسكر، عايز اعمل خطه، عايز اجيب مثلا مدرب اجنبي، احمال، جهاز فني. طبعا قالوا له ما فيش فلوس للكلام ده. في ناس تانية بتقول ان السبب هو المدير الفني. جون ادوارد كان مصمم يتعاقد مع مدير فني اجنبي. طبعا ده هيكلف النادي دولارات ومصاريف عالية جدا. هم يعني مش في حاجة ليها. عندهم مدير فني مصري كان كويس جدا، معتمد جمال، وماشي معاهم كويس، واخد بطولة وعامل شغل كويس جدا. فهم مش محتاجين مدير فني أجنبي، مش عندهم مصاريف زيادة يصرفوها. فطبعا عندهم أولويات تانية ممكن يصرفوا عليها. لسه مدير فني جديد هيجي هيتعرف على الفرقه، معتمد جمال عارفها من قبل كده. فطبعا ده برضو كان خلاف في وجهات النظر. حتى هو كان اتفق مع مدير فني صربي وكده، ولكن مجلس الاداره كان معترض. في ناس بتقول ان ده سبب الخلاف، في ناس بتقول ان السبب كان المصاريف والفلوس والميزانيه بتاعه الفريق في الموسم الجديد. ممكن يكون الاتنين هما السببين الخلاف ما بينهم. ولكن دلوقتي بعد ما انفضت الشراكه، اعلن نادي الزمالك بدايه المعسكر اخيرا يوم الجمعة تحت قيادة
المدير الفني معتمد جمال واستمراره في القيادة الفنية لنادي الزمالك قرار مظبوط جدا وحكيم جدا، والقرار الأحكم منه والأحسن منه إن الزمالك بيدور على مدير رياضي جديد. أهم حاجة إن مجلس الإدارة دوت يبعد عن إدارة الكورة، لأن طبعا الخلافات والصراعات والمشاكل ديت في مجلس إدارة بتأثر على فريق الكورة، ولكن هم يجيبوا مجلس واحد تاني مدير رياضي هو اللي يدير فريق الكورة، فده يكون كويس جدا. طبعا في ترشيحات قوية جدا جدا لعبد الواحد السيد ان هو يمسك مدير الكورة في نادي الزمالك. انما منصب المدير الرياضي ده لسه يعني بيبحثوا عنه او بيدوروا يشوفوا مين انسب واحد اللي يحطوه مدير رياضي لنادي الزمالك. طبعا في ناس شخصيات كبيرة جدا في الزمالك ممكن تمسك المنصب دوت، ولكن هم بيشوفوا مين الانسب او مين اللي يوافق، كمان مين اللي ظروفه تسمح ويكون مؤهل ويكون السي في بتاعه يعني يكون قوي ويمسك. طبعا في المصريين، لانهم ما اعتقدش مش هيجيبوا مدير رياضي اجنبي تماما. فدوت كان عن نادي الزمالك واللي حصل فيه النهارده. انا شايف ان اللي حصل ده خطوه كويسه، ان هم يبتدوا المعسكر، يحاولوا يدوا اللعيبه مستحقاتهم، يحاولوا يعوضوهم عن الموسم اللي فات المستحقات اللي هم لسه فاضله لهم ما خدوهاش. طبعا ده كله شيء كويس جدا، ان الزمالك هيبتدي المعسكر، خبر سعيد للزملكاويه لان هم اتاخروا فيه جدا جدا جدا. كان لازم يعلن عنه من فتره طويله، ولكن واضح ان كان في مشاكل ما بين جون ادوارد ومجلس الاداره، هو ده اللي اخر الموضوع لحد دلوقتي، وكمان عطل وجود مدير فني لحد دلوقتي لنادي الزمالك. نتمنى ان شاء الله باذن الله نادي الزمالك كده يشد حيله الموسم الجاي. كمان بيحاولوا ان هم يرفعوا الايقاف التأديبي، ليهم فترتين ايقاف تأديبي، الفترة اللي احنا فيها ديت والفترة التانية اللي هي في يناير، فهم بيحاولوا يرفعوها، ولكن اعتقد ان هي صعبة جدا جدا لان ده قانون الاتحاد الدولي. انت دلوقتي لو في 4 لعيبة فسخوا معاك التعاقد في فترة 6 شهور يبقى انت عندك مشكلة، والاتحاد الدولي الفيفا بيحميك من ان انت تتعاقد مع حد تاني، لان انت يقول لك عندك مشكله في الفرقه، حل المشكله اللي عندك الاول وبعدين اتعاقد مع ناس تانيين. ليه؟ لان انت هتتعاقد مع ناس جداد هيعملوا لك مشاكل زياده، فهو بيحمي الفريق، فبيوقفوا عن التعاقد لمده فترتين قيد. تمام؟ لو عندك 4 لعيبه فسخوا التعاقد معاك في فتره قليله جدا اللي هي مثلا 6 شهور او سنه، فطبعا لازم يوقف لك القيد ويقول لك انت عندك مشكله حلها الاول وبعدين ابتدي اتعاقد مع لعيبه جديده، فده اسمه ايقاف قيد تأديبي. واعتقد ان ده قانون في الفيفا مش هيتراجع عنه او ان هو هيقدر يخففه، ولكن الزمالك بيحاول وبيقدم التماس للكاس وهكذا ان هو مثلا حتى يترفع عنه في يناير مثلا، ولكن هنشوف ايه اللي هيحصل. طبعا ديت كانت اهم اخبار نادي الزمالك اللي عندنا، واتكلمنا عن جون ادوارد واللي هو عمله، واتكلمنا عن مجلس الاداره اللي بيفكر فيه، وهنشوف هيجيبوا مين مدير كوره، هل عبد واحد السيد ولا هيبقى في حد تاني، وكمان منصب المدير الرياضي في نادي الزمالك هيبقى مين. اول ما يعلنوا عنه برضو هنطلع ونقول راينا عنه بكل صراحه. تاني حاجه عايز اكلمكم فيها النهارده هي صفقات النادي الاهلي. النادي الاهلي اتعاقد مع مين؟ اتعاقد مع علي محمود، اتعاقد مع اكتاي، الاتنين دول من انبي، وبعدين تعاقد مع بن جديدة المغربي ومنصف بكرار الجزائري. تمام. محمود ده، علي محمود ده بيلعب فين؟ علي محمود ده بيلعب في نص الملعب، ممكن يلعب في مركز 8، ده المركز الأساسي بتاعه، كمان ممكن يلعب 6، ممكن يلعب مثلا 10، ممكن إلى حد ما برضو يروح على الجناح شوية. تمام. عندنا مين تاني؟ عندنا أكتاي، ده مهاجم صريح شاب واعد، خدوا معاه حسام حسن في المعسكر الإعدادي لكأس العالم وبعدين استبعدوا. مين تاني؟ بن جديدة. بن جديدة ده مهاجم صريح هداف يا جماعة، ده جوه المنطقة جوه الصندوق وبيلطش وخلاص على كده، دي كل شغلته، رجله على الجون على طول بس. مين تاني؟ عندنا منصف بكرار. منصف بكرار ده مركزه الأساسي هو وينج يمين، بيلعب برضو مهاجم تمام، ولكن بيتألق أكتر لما يلعب وينج يمين، برضو ممكن يلعب في حتة وسط الملعب كصانع ألعاب، ما عندوش مشكلة. فديت كانت كل صفقات النادي الأهلي. أعتقد إن يعني علي محمود دوت هيبقى جاي بديل لإمام عاشور أو بن رمضان،
لأن في مفاوضات عندنا قوية جدًا، طبعًا النادي الشمالي القطري عاوز بن رمضان، ونادي اتحاد جدة السعودي بيفاوض إمام عاشور، فطبعًا أي حد هيمشي منهم بداله علي محمود، ولكن هل علي محمود هيقدر يسد مكان حد منهم والّا لأ؟ ده اللي هنشوفه. أتمنى شاب صاعد وواعد، أعتقد إن هو هيحتاج ياخد فرص وشوية وقت إن شاء الله بإذن الله مع الحسين عموتة، طبعًا بيحب الشباب والمجهود واللعيبة الرجالة والكلام دوّة، فيكون كده على قد المسؤولية ويقدر يقنع الحسين عموتة وياخد مكان إن شاء الله بإذن الله في النادي الأهلي. طيب لو رحل الاتنين، ممكن الاتنين يرحلوا إمام عاشور وبن رمضان؟ أعتقد هيبقى صعب جدًا كده، نُص ملعب النادي الأهلي بيتفرّغ وبيفضى. طيب ومش يعني مين تاني هيلعب في الحتّة دي؟ ممكن زيزو مثلًا ييجي يلعب مع علي محمود فيها، مين تاني؟ ممكن منصف بكرار برضه يعني يسِد فيها، ولكن دول كلّهم مش مركزهم الأساسي، يعني مش اللي هم بيسدّوا فيها. هيبقى عندك مين؟ علي محمود ده لسه جاي جديد، ولسه لاعب ناشئ، لسه المستقبل قدّامه، يعني برضه مش اللي هو ماسك نَفْسه أوي في المركز ده، طيب مش خبرة يعني كبيرة فيه. عندك زيزو، زيزو هو يعتبر أقوى لعيب ممكن يلعب في المركز ده، ولكن برضه مش مركزه الأساسي، مش اللي هو اللي تألّق فيه واللي اتعرف فيه. عندك منصف بكرار ممكن يلعب في المركز ده، ولكن برضه أنت كده بتفقد جزء كبير من قوته، قوته على الجناح اليمين قوية جدًا، في مركز المهاجم قوي جدًا، تمام، ولكن هل هو هيقدر يأدّي في نُص الملعب ده؟ برضه بيأدّيها ولكن مش هي أقوى حاجة عنده. فأنت مين تاني هيبقى عندك في نُص الملعب المهاجم مركز 8؟ ما أعتقد هيبقى الموقف صعب جدًا لو محمد علي بن رمضان وإمام عاشور الاتنين رحلوا مع بعض، ممكن واحد بس فيهم، وممكن كمان لو واحد بس رحل تحتاج تجيب واحد تاني في المركز ده، تمام. مركز المهاجم عندنا جِبنا أكتاي وجِبنا بن جديدة، وعندنا لسه شريف، وعندنا لسه جراديشار اللي أكيد ماشي، وشريف برضه احتمال كبير جدًا ماشي. فعندك مين تاني مهاجم كده؟ ما عندكش غير بن جديدة وعندك أكتاي. برضه أعتقد إن ممكن نسيب مثلًا شريف معاهم مثلًا، أو لو محمد علي بن رمضان مشي ممكن جراديشار يكمّل برضه، احتمال وارد جدًا، تمام. طيب دلوقتي عندك برضه في نُص الملعب في مشكلة تانية، أنت عندك ديانج مشي، مين عندك مع مروان عطية؟ يعني أنت عندك مروان عطية هو الوحيد اللي في مركز 6 دلوقتي، عندك كمان إن كان تورب دوّة كان بيلعب ب2 ستتين، كان بيلعب بمروان وديانج، أنت دلوقتي ما عندكش غير مروان، طب لو المدرب احتاج يلعب بستتين هيلاقي مين تاني مع جنب مروان؟ ما فيش حد تاني، فأنت محتاج في مركز 6 حد ضروري جدًا، جدًا، جدًا ييجي يسد في مركز 6. في كلام عن أكرم توفيق، أنا عن نفسي ما احبش أكرم توفيق يرجع تاني الأهلي، ولكن لو ما فيش غيره لأن إحنا محتاجين ضروري مركز 6 فخلاص، فهو لازم ييجي، ما أنت عندك مين تاني؟ يعني لو عندك حد تاني أحسن منه يا ريت ييجي، لو ما فيش حد تاني أحسن منه خلاص يبقى أكرم توفيق وأمرنا لله يرجع تاني للنادي الأهلي، ما فيش مشكلة، هو برضه لعيب راجل وكويس وممكن هيسد في المركز دوّة مع مروان عطية شوية. طيب عندنا برضه مركز الباك رايت، عندك محمد هاني، مين بعد محمد هاني؟ طبعًا أحمد عيد يعني ما عملش أي حاجة تُذكر، حتى حسام حسن كان بياخده المنتخب من ساعة ما جه الأهلي ما خدهوش تاني ولا لعب تاني ولا شافها ولا شمّها. فأكيد أحمد عيد ده هيمشي طبعًا من ضمن الناس اللي خارجة برّه القايمة. طيب بعد كده هييجي لك مين ده بقى في مركز الباك رايت؟ كان في طبعًا خالد عوض، ده كان لعيب كويس جدًا في نادي طلائع الجيش، وفي اللي هو راح المنتخب الباك رايت البديل بتاع محمد هاني اللي كان راح المنتخب برضه لعيب كويس جدًا الأهلي كان بيتكلم عليه، ولكن لسه ما فيش صفقة من دول تمت، إحنا محتاجين باك رايت ضروري. في طارق علاء اللي هو كان في زد اللي كان في المنتخب، وفي خالد عوض بتاع طلائع الجيش، هاتوا من الاتنين، الاتنين كويسين، تمام. الافضل خالد عوض بتاع طلائع الجيش بالنسبه لي انا، خالد عوض بتاع طلائع الجيش باك رايت كما يقول الكتاب بصراحه. طارق علاء عنده خبرات كويسه مع زد، كان معار من بيراميدز، فبرضه لعيب كويس مش وحش، وكمان كان مع حسام حسن في المنتخب ونزل ولعب في كاس العالم لما محمد هاني اتصاب. فما فيش مشكلة برضه، هات يا عم طارق علاء، هات خالد عوض، عايزين باك رايت، يعني ما أكيد مش هنكمل بأحمد عيد هو بس مع محمد هاني يعني، أحمد عيد اللي كده ماشي أصلا، فمش هينفع يبقى محمد هاني لوحده. كمان بيكهام ممكن يمشي، بيكهام ماشي هو كمان،
فانت كده ما عندكش كده باك رايت، خلاص هو محمد هاني بس، فاكيد هيبقى صعب جدا الوضع دوت. كمان انت ما جبتش اي مساكين تاني، يعني عندك عمرو الجزار ده ما شافهاش ما شمهاش، اشرف داري طبعا هيمشي. ما جبتش اي مساكين بدلهم. احمد بيكم برضو احتمال كبير هيمشي، لسه كلام يعني احتمال اكبر ان هو يمشي. طبعا يا ريت يقعد، يعني على الاقل يبقى عندك مساك عدد تستخدمه، يعني حتى لو انت مثلا مش هتلعبه اساسي يبقى عدد برضو احتياطي معاك، انما مش هتمشي كل المساكين اللي عندك، انت كده ما عندكش غير ياسر ابراهيم، وتلعب بياسر ابراهيم ومين وياسين مرعي. ياسين مرعي برضو لسه ما اثبتش نفسه قوي يعني. اكيد هنجرب عمرو الجزار، بس لازم برضو معاهم واحد او اتنين كمان يكونوا تقيلة، لان المركز ده فيه اصابات برضو كتيرة يعني، واعتقد ان صعب اشرف داري يقعد. فكده انت محتاج مدافع، محتاج باك رايت، محتاج بديل لمروان عطية في نص الملعب. انت رحت جبت مثلا وينجات قدام وجبت مهاجمين، تمام مفيش مشكلة، ولكن في عندك مراكز مهمة جدا جدا محتاج فيها برضو ايه باك اب او تعويض للناس اللي مشيت والناس اللي بتتصاب. فطبعا لازم الاهلي يفكر في المراكز ديت، دول اهم 3 مراكز محتاجين تدعيم في الوقت الحالي. معرفش هل الاهلي قفل كده ولا ممكن يجيب ناس تانيين، بس اعتقد ان هو لازم يجيب، لازم يجيب اكرم توفيق ماشي، خالد عوض ماشي، طارق علاء ماشي، يشوف مساك تاني، يا اما مثلا هيقعد داري، ما اعتقدش ان الاهلي هيقعد داري، يا اما يشوف لنا مساك تاني يجيبه مثلا. وطبعا ما نشوف، نفسي نتفرج على عمرو الجزار اللي الاهلي جابه، ما شفناهوش خالص من ساعة ما جه. ده كان بما يخص النادي الأهلي. دلوقتي عايز أتكلم على الهزيمة الثقيلة اللي تعرض لها منتخب الآنسات المصري في المغرب بطولة أفريقيا. احنا يا جماعة دي 3 مرة نتأهل لكأس أفريقيا في السيدات، تمام. بقالنا 10 سنين ما تأهلناش، بقالنا 10 سنين ما تأهلناش، طبعا كون ان احنا تأهلنا بعد 10 سنين غياب ده انجاز، تمام. وقعنا في مجموعة معانا مين؟ معانا زامبيا، معانا نيجيريا، ومعانا ملاوي. اول ماتش النهاردة كان مع زامبيا. الماتش بدأ بصراحة يعني مصر كانت ند الند إلى حد ما مع زامبيا أول 10 دقايق، وكان لينا فرصتين خطر وكده، ولكن واضح جدا 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 فرق القوة والسرعة والمهارة واللياقة وكل حاجة بين الفرقتين. يعني فريق زامبيا ده على فكرة ما تحسش ان هم بنات يعني خالص، انت تشوفهم كده تقول عليهم رجالة حرفيا بيلعبوا في الملعب، حتى شكلهم انا لو شفتهم في الشارع يعني لا مش هعرف ان هم بنات بسهولة، يعني مش باين عليهم اصلا. بيلعبوا قصاد فريق بنات مصريات بقى، بنات مصريين انت عارف انت متدلعين شوية، فهو ده كان الماتش حرفيا يعني فريق رجالة قصاد فريق يعني بنات متدلعين. فطبعا كان ماتش يعني بصراحة من جانب واحد تقريبا وان سايد جيم. الشوط الاول يعني كنا ند بند الى حد ما، او في اول الشوط الاول، بس بعد كده الماتش خلاص اتقلب كله ناحية الجون المصري. اول جون بصراحه يعني ضربه جزاء ساذجه جدا، الكره مع البنت عند الكورنر مثلا، وعايزه ترقص على بره منطقه الجزاء، عايزه ترقص البنت الزامبيه. طبعا البنت الزامبيه يعني قدها مرتين وجامده جدا واقوى واسرع، وخدت الكره منها ودخلت على منطقه الجزاء، قامت ديت ما لقتش حل غير انها تشدها من الفانيلا، مش قادره تجري وراها، مش قادره تلحقها، مش هتقدر حتى تتزحلق عليها، مش هتقدر يعني خلاص ما قدامهاش حل غير ان هي شدتها من الفانيلا. بصراحه غلطه ساذجه جدا جدا، تنم على ضعف قدرات كبير جدا جدا عندنا في منتخب مصر ضد منتخب زامبيا، يعني بصراحه احنا لا اقل منهم بكتير في الكوره. فطبعا الحكمه اديتها ضربه جزاء، سجلت منها اللي اسمها ناتشولا ديت، اسمها ناتشولا. ناتشولا ديت كانت لاعيبه جري، اللي هي العاب قوه، لاعيبه العاب قوه بتلعب بعدو مسافات طويله، شاركت في بكين 2008 كعداءه من اثيوبيا، ووصلت للدور قبل النهائي على فكره كمان في العدو مسافات طويله في بكين 2008. بعد كده لعبت كره قدم، وشاركت تاني في تقريبا اولمبياد 2020 مع زامبيا على ما اعتقد. فطبعا يعني شاركت معاهم تاني بس في كرة القدم، يعني لعبت الاول مع زامبيا
في العاب القوى، بعدين لعبت تاني في الاولمبيات ولكن مع كرة القدم. سجلت الهدف الاول من ضربة جزاء، وخلص الشوط الاول 1-0. طبعا كور كتيرة بقى خطر على منتخب مصر بقى طول الشوط الاول بقيته كله. بعد كده طبعا الشوط التاني برضو نزلنا ضربة جزاء برضو تانية، البنت الزامبية بترفع الكورة، فالبنت المصرية بتديها ظهرها كده، فتقريبا كانت بتديها ظهرها والكورة عاملة كده وايديها عاملة كده، فالكرة جت في ايديها. فالحكمة راحت للفار، شافت ان الكرة جت في ايديها فحسبت ضربة جزاء تاني. حطيتها اللي اسمها باندا دي، باربرا باندا، ده يعني لعيب كرة قدم في منتخب فرنسا كده، تحس ان هي يعني اللي اسمه اوليسيه ده، يعني حد كده ضخم كده، بنت ما بانش عليها انها بنت نهائي. تمام، بتلعب في الدوري الامريكي، نادي اسمه مش عارف اورلاندو حاجة، اسمها باربرا باندا. قوية جدا 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 جسمانا ولعبا وقوة يعني فظيعة يعني بصراحة يعني، وطول بعرض وكده، مختلفة تماما عن البنات اللي بتلعب معاها في منتخب مصر. فجابت الجون التاني من ضربة جزاء، وبعدين باندا دي جابت كمان جونين وعملت سوبر هاتريك 4 تجوان. طبعا بعد كده جابوا الجون الثالث في الدقيقة 87. الرابع في الدقيقة 7 جابوا الجون الثالث بعده على طول، بعد الثاني ده على طول في الشوط الثاني جابوا جون ثالث وبرده باربرا بدماغها. الجون الثالث الرابع جه في الدقيقة 87. بعد كده الحكم يعني خلاص النتيجة 4-0 والماتش خلصان، منتخب مصر طبعا الشوط الثاني ما عملش اي حاجة تذكر، يعني قاعد بس يعني بيجروا وراهم يحلقوا عليهم، مش قادرين يعملوا حاجة طبعا خالص. فالحكمة جت حسبت 8 دقايق وقت بدل ضايع، النتيجة 4-0. النتيجة 4-0 والماتش يعني شغال، ما فيهوش وقت ضايع، هم عمالين بيلعبوا واحنا عمالين بنتفرج عليهم، ما فيش اي حاجة خالص. حكم ليه 8 دقايق يا ماما، ليه 8 دقايق؟ طبعا في ال8 دقايق دول جه فينا جونين كمان واتغلبنا 6-0. طبعا بطل اللعبة ديت في افريقيا كلها هي نيجيريا، ونيجيريا معانا في المجموعة، احنا اتغلبنا 6-0 من زامبيا. تمام تمام. في ماتش اللي بعد كده بقى ملاوي مع نيجيريا. طبعا متوقع ان نيجيريا واخده البطوله ديت 10 مرات، مفيش فرقه تانية واخداها، هي البطله بتاعت البطوله ديت في التاريخ، 10 مرات واخداها. هتلاعب ملاوي، ملاوي ما نعرفوش يعني، ما ملهوش تاريخ في البطوله برضو، ولكن فوجئنا ان ملاوي غلبت نيجيريا 3-2. ملاوي غلبت نيجيريا القويه جدا 3-2. طبعا احنا الماتش اللي جاي عندنا مين بقى؟ عندنا نيجيريا اللي هي اتغلبت من ملاوي. نيجيريا البطل التاريخي للبطولة ب10 ألقاب. ربنا يستر على منتخب مصر إن شاء الله بإذن الله. حاجة صعبة جدا. في حاجة طريفة قوي بقى حصلت النهاردة، تيشيرتات منتخب مصر اللي لابسينها الستات جايبين تيشيرتات الرجالة ملبسينها لهم، تيشيرتات المنتخب الرجاله اللي عليها ال7 نجوم بتوع 7 بطولات افريقيا، لابسينها منتخب الستات بال7 نجوم بتوع بطولات افريقيا، وهم ما خدوش ولا بطوله اصلا، لابسين التيشيرتات بتاعت الرجاله. فطبعا كانت باينه قوي يعني ان هم ما عملوا لهمش يعني تيشيرتات مخصوص، يعني جابوا لهم بواقي تيشيرتات من منتخب الرجاله فيهم ال7 نجوم بتاعت افريقيا، رغم ان هم ما خدوش ولا بطوله. فان شاء الله باذن الله يعني نتمنى ان هم الماتش الجاي قدام نيجيريا وقدام ملاوي يعني يحاولوا يجتهدوا ويعملوا حاجه، ولكن يعني ما تنتظروش منهم حاجه. ودي كانت حلقه النهارده، ان شاء الله باذن الله نتمنى تكونوا استمتعتوا بالاخبار بتاعتنا، واستنونا في حلقه جديده لما يحصل اخبار جديده، والسلام عليكم.